السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. وبعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا الأولى من مسلسل قلبي ومفتاحه، ما تبخلوش عليا بلايك حلو للفيديو ده واشتراك في القناة عشان تشجعوني أنزل فيديوهات أكتر. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، ونبدأ بيها بميار اللي كانت في خريف 2023. كانت نايمة عادي ومفيش حد في الشقة غير هي وابنها علي، ولكن سمعت صوت وحركة كتير فخافت جدا ومسكت حاجة وبدأت تمشي في الشقة عشان تشوف الصوت ده مين، وافتكرت ان هو حرامي، لكن بتتفاجئ بان هو طليقها اسعد. وبنعرف ان هو مطلقها 3 طلقات لكن هيموت عليها ونفسه يرجع لها. فبتقول له اسعد انت ايه اللي جابك هنا؟ فقال لها ايه جاي اكل جعان. فقالت له انت شقتك ما فيهاش اكل يعني؟ فقال لها لا فيها اكل بس ما فيهاش انتي. وبدأ تقول له لا ما ينفعش تيجي هنا، احنا خلاص متطلقين والمفروض تخش باستئذان. قال لها ليه؟ هو انا هستأذن وانا في بيتي؟ وبعدين افهمي بقى، انا بقول لك ان انا جعان. قالت له بقول لك ايه، اللي انت عايزه ده حرام وما ينفعش، احنا متطلقين 3 طلقات يعني ما ينفعش يحصل بينا اي حاجه. فقال لها طيب ما انا جاي هنا عشان ارجعك وردك. قالت له لا احنا العده خالص عليها 3 شهور يعني ما ينفعش تردني، وبعدين دي 3 طلقه يعني خلاص ما فيهاش رد، لازم يكون فيها محلل. قال لها ان انت بتقوليه ده، هو انت فاكره ان ممكن واحد غيرك يتجوزك؟ ده انا موتك وموته. وبدأ ان هو يهددها وقال لها اسمعي انت بتاعتي ومراتي وهتفضلي مراتي غصب عنك، وسابها ومشي. بعد كده بنروح لمحمد عزت، راجل طيب وابن حلال ونفسه يتجوز ويستقر، لكن بسبب امه جوازات كتير فشلت لانها دايما بتحط العقده في المنشار وبتطلع القطط الفاطسه في اي واحده. فطبعا كان نفسه يشتغل فباع عربيته واشترى عربيه تانية عشان ياخد بقيه الفلوس ويطلع امه حج بيها. فعلا شاف العربيه وعجبته وبعد كده قرر ان هو ياخدها، وخصوصا انه هيشتغل اوبر والعربيه دي مناسبه جدا ليه. اشتراها وكتب عقدها وبعد كده روح البيت وكان واقف في البلكونه وعمال يتفرج على فيديوهات كده مش ولا بد. فامه ندهت عليه وكانت بتتكلم معاه، فراح لها وقعدت تقول له اسكت، انت ما عرفتش مش العروسه الاخيره اللي انت كلمتني عليها؟ انا لقيت لها فيديو على التيك توك وهي واقفه بحمالات كده وعماله تترقص، ودخلت وشفتها وشفت لها فيديوهات كتير، هي اي نعم عاملاه باسم مستعار كده عشان ما اعرفهاش بس على مين انا عرفتها. فقال لها اه طبعا انت هتقولي لي الكلام ده مش على سوسو يعني؟ فقالت له ايوه صح. وبعد كده قال لها ولا نقول الحاجه سوسو؟ ففرحت جدا وقالت له ايه ده، لا مش معقوله انت بجد هتطلعني الحج السنه دي؟ وفرحت جدا وقعدت تدعي له. فقال لها بقول لك ايه، وفري الدعوات دي بقى وانت على عرفات، وخصوصا الدعوه بتاعه العروسه عايزك كنت على عرفات كده تقوليها. قالت له انت مش عارف ده انت 100 واحده تتمناك. فقال لها مش 100 يعني، انا مش لقطه قوي. قالت له لا طبعا انت بس اللي مش عارف قيمه نفسك. وده بقى عم الشناوي بقى خال محمد، راجل طيب وراح ركب معاه العربيه وقال له بقول لك ايه، اسمع يا محمد انا مش عاجبني شغله الموصلات اللي انت عايز تشتغلها دي، اسمع الكلام وتعالى قابل الراجل اللي انا بقول لك عليه. ده راجل محترم وبعدين المعرض بتاعه حاجه كبيره قوي وانت هتمسك شغل حلو كويس معاه. فقال له لا يا خالي انا مش عايز، انا مبسوط بالشغل اللي انا هشتغلها دي وخلاص. انا اهم حاجه ان انا ما بقاش قاعد في البيت، احنا عندنا ان الراجل ما ينفعش يقعد في البيت لازم يشتغل وانا عاجباني شغلتي. فقال له اسمع كلامي بس انا واخد منه ميعاد النهارده، تعالى نروح وانت شوفه كده وقرر بعد كده. فقال له لا واصر ان هو مش هيروح. قال له طب خلاص وصلني عنده علشان خاطر اعتذر له عن عدم مجيك. فعلا وصله لغايه هناك وبعد كده قال له بقول لك ايه يا خالي، امي ما تعرفش حاجه عن موضوع الاوبر دي. فقال له ماشي، انت الحاجات اللي مخبيها على سوسو كترت شويه. قال له معلش عديها. قال له طب ما تيجي تطلع معايا؟ قال له لا. دخل له الشناوي وبنعرف ان صاحب المعرض يبقى اسعد جوز ميار، وبيقول له ايه يا عم الشناوي، امال فين الراجل اللي انت قلت لي عليه هيجي يشتغل عندي ما جبتوش ليه؟ فقال له معلش انا بعتذر لك ان هو والله عنده مشوار فما قدرش يجي، لكن ان شاء الله المره الجايه هجيبه لك معايا. اصل هو عنده عزه نفس كده وحاسس ان انا اللي اتحايلت عليك عشان يجي يشتغل، فعشان كده بس مش راضي، فانا عايزك لما يجي ما تحسسهوش بده. قال له يا عم ما تخافش، هاته انت بس وملكش دعوه، انا هتصرف معاه ما تقلقش. بعد كده قال له طيب خلاص شكرا. في الوقت ده كان محمد بيشتغل على اوبر وكانت راكبه معاه واحده وما كانتش على بعضها كده وشكلها عينها منه. فبدات يلطف الكلام معاه وبدات تكلمه في اي كلام علشان تفتح معاه مواضيع، وهو كان واخد باله لكن فضل حريص في الكلام معاها لغايه ما وصلها. بعد كده قال لها حسابك 190 جنيه. فقالت له معلش انا معيش فلوس كاش، ممكن تيجي علشان اديك فلوسك جوه. ف
فقال لها لا مش هينفع، انا ممكن استناكي هنا. لكن هي قالت له لا ما ينفعش، ما يصحش، لازم تيجي تاخد فلوسك. قبل ما يرد عليها كانت دخلت، فاضطر ان هو يدخل وراها. فدخل وقال لها على الحساب. فقالت له على طول كده طب استنى لما نقعد مع بعض شويه. فقال لها لا معلش اصل انا مستعجل ولازم امشي. فبدات ان هي تشرب سجاير كده وتبص له وتقول له لا تعالى نقعد مع بعض شويه ولا انت مش عايز. فحس بقلق كده وقال لها لا اصل انا لازم امشي اقول لك انا خلاص مش عايز فلوس. فجي يمشي، فقامت هي اتنرفزت وقالت له يعني ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ينفع تكسفني بالطريقه دي؟ انا الدكتوره اللي قالت لي كده، انا مش كده ولا دي شخصيتي، لكن الدكتوره قالت لي ان انا لازم اعمل كده. وبدات تتنرفز. فهو قال لها مفيش اي حاجه، انت كويسه وانا مصدقك تمام، انا مش عايز حاجه خلاص انا همشي. فقالت له لا ما تمشيش، وقامت مدياله فلوسه. فبعديها حس ان هي محتاجه مساعده، فقال لها طيب انا اقدر اساعدك بايه؟ بس قولي لي حاجه اقدر اعملها. فهي بصيت له جامد، فقال لها لا انا اقدر اعملها وكل حاجه، بس انا مش عايز. فقالت له انا مش عايزه منك حاجه، امشي. فساعتها خد بعضه ومشي. وقتها ميار كانت عالية أخت جوزها عندها في البيت وبتتكلم معاها وبتحاول تهون عليها. وميار بتحكي لها عمايل أخوها وبتقول لها على اللي عمله امبارح. فحاولت إن هي تهديها كده وتهون عليها. وكان علي قاعد بيلعب وهما بيتكلموا مع بعض، الجرس رن ففتحت الباب لقيته أسعد وكان جايب معاه محامي. فقالت له محامي ايه اللي انت جايبه معاك انت؟ انا ماليش مكان تاني اروح فيه، انا والولد هنروح فين؟ احنا من حقنا نقعد في الشقة. قال لها ما تخافيش، انا جايب المحامي عشان انا اللي اقعد معاكم في الشقة، تعالي بس انا هفهمك كل حاجه. فعلا قعد مع المحامي وبدا يتكلم معاه ويقول له بص بقى انا الست دي مطلقها 3 طلقات وعايز اردها، وعرفت ان هو لازم محلل. فاداله بطاقه واحد وقال له خد بقى البطاقه دي اعمل لنا عقد جواز كده، جوزه لها وطلقها منه عشان اقدر ان انا اتجوزها تاني وارجعها لعصمتي. فبدات تقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين بطاقه مين؟ وريني كده. فبدات تشوف البطاقه، قالت له ايه ده؟ مش عم السرور ده مات تقريبا؟ قال لها لا لسه ما ماتش، بس احنا عايزين نلحقه بقى قبل ما يموت. بعد كده المحامي قال له ما ينفعش اعمل كده، هو مش ورق بنستفه وخلاص، ده شرع. وبعد كده قال له تعالى انا عايز اتكلم معاك لوحدنا. راح معاه لوحده وقال له بقول لك ايه، هي عشان ترجع لك لازم تتجوز جوازه حقيقيه، يعني يكون جواز وملوش ميعاد ولا اي حاجه، ولو حصل انفصال ساعتها ترجع لك، لكن اللي انت بتقوله ده حرام. شرط الجواز ان هو يكون فيه نكاح. هو سمع الكلمه دي اتعفرت طبعا، قال له انت اتجننت نكاح ايه؟ وبدا يتخانق مع المحامي. فميار قالت له هو انت هتعمل شرع على مزاجك؟ هو ده الشرع؟ انت هتتكلم في دي كمان؟ فبدا يتخانق معاها، قال لها شكل الكلام كده على مزاجك وعلى هواكي، انت ايه عايزه تتجوزي تاني؟ فساعتها علي لما سمع الزعيق فراح على امه. فبدا يقول لها بقول لك ايه، انت عايزه تتجوزي راجل غيري؟ فدخلت اخته ومسكت علي وقالت له انت اتجننت؟ ايه اللي بتقوله قدام الولد ده؟ وبعدين ده شرع ربنا، انت هتعمل شرع على مزاجك؟ فقال لهم انتوا هتجننوني كلكم. وبدا يتخانق مع مراته وقال لها بقول لك ايه، ما تخليهاش تهب مني عليكي، على الله اسمعك تقولي كده تاني، انت مراتي وهتبقي مراتي وما فيش الكلام ده خالص. وبدا يتخانق معاها. وتاني يوم الصبح أسعد وهو نازل عدى على والدته بيصبح عليها، لكن لقى إسماعيل اللي شغال عنده في المعرض جه وقال له إن كان في حريقة في المعرض وهم طفوها. فأول ما سمع كده اتجنن طبعا وجري بسرعة على المعرض، لكن إسماعيل قعد يقول له ما تخافش احنا طفيناها. وأول ما دخل المعرض لقى فعلا الحريقة واكلة كل حاجة، وكان مصدوم من المنظر اللي شافه. فطلع على المكتب بتاعه فوق وهو مصدوم، لكن طلع الصبي بتاعه وراه وقال له على فكرة حلمت بالحريقة دي امبارح. قال له طب ما قلتليش ليه ونبهتني؟ قال له انا ما لحقتش، لكن على فكره ده معناه ان انت بتعمل حاجه تغضب ربنا، خلي بالك اوعى تكون بتغضب ربنا في حاجه. فساعتها بدا فعلا يفكر في الكلام بتاعه. ووقتها كان محمد واخد والدته عشان يروح يشوف عروسه، وقال لها ان هي اسمها حنان، وكانت مستنياهم في مكان عام كده عشان يروحوا. اول ما مامته عرفت ان هي كوافيره طبعا اتضايقت جدا، لكن هو قال لها هي مش كوافيره، دي مديره الكوافير. فلكن برضو اتضايقت وقالت له خلاص هنتكلم بعدين. قعدوا معاها، لكن هي طبعا ما كانتش على هواها، فبدأت تضايقها كده بحركات الستات الكبيرة والحموات لغاية ما نرفزتها على الآخر وسابتهم ومشيت زي اللي قبلها. ساعتها روحوا البيت وكان محمد متضايق جدا، وقالت له بقول لك ايه، الجواز ده يعني لازم يكون في توافق، ما ينفعش كده اي جوازه وخلاص. فقال لها قولي لي كده، انا خطبت مرتين وفسخت و35 وادي 36 مره نعمل قعده ومفيش
ولا عروسه بسببك. قالت له بسببي؟ يعني انا اللي بطفشهم. فبدأ يتضايق كده وسكت. فقالت له طيب خلاص، صدقني انت نصيبك هيجي، مش لازم يعني نكون مستعجلين. قال لها مستعجلين ايه بس في سن ده؟ فقال لها طيب بصي اقول لك حاجه، انت اقعدي وهاتي لي اي واحده انت عايزاها، اللي انت كنت تكوني بقى شايفاها مناسبه هاتيها لي انت. قالت له طيب خلاص، ما دام انت رميت الكره في ملعبي اطمن. وقتها اسعد كان داخل عند ميار ولقى واحد عندها في البيت، فبيقول له ايه ده انت مين؟ فقال له انا بغير الكالون. قال له انت مين سمح لك تغير كالون شقتي من غير اذني؟ فقال له انا ماليش دعوه بالكلام ده، صاحبه البيت طلبت مني ان انا اغير الكالون. فقال له صاحبه البيت، فقام مديله علقه معتبره وخده جرجره على السلم ونزله تحت، وبدا يفرج الناس كلها عليه ويقول لهم اسمعوا، ميار دي مراتي وده بيتي، وعلى الله حد يفكر يخش حتى لو هياخد بس كيس زباله من غير اذني. وبعد كده قام رميه في الشارع. وقال لها بقولك ايه، انا صبري بدأ ينفذ عليكي. وراح المعرض وجات له رساله من صاحبه اللي طلب منه ان هو يسال له شيخ في موضوع المحلل ده، وقال له فعلا نفس الكلام بتاع المحامي اللي قاله ان هو لازم يكون في محلل وان ليه شروط معينه، لا اما كده لا اما يبقى حرام. فسمع منه الكلام وبعد كده بعت له فويس شكره فيه وقال له طيب شوف لي ورقه الطلاق بتاخد وقت قد ايه. وقتها ميار كانت بتتفرج على التلفزيون وعلي نايم على رجليها، لكن جرس الباب رن فقامت فتحت ولقيته اسعد وقال لها ممكن ادخل؟ فسمحت له بالدخول وكانت مستغربه طبعا طريقته. فقعد وبعد كده قال لها اتفضلي ورقه طلاقك اهي، واداها الورقه. فما صدقتش ان هو اداها ورقه طلاقها. بعد كده قال لها انا مشكلتي معاكي ان انا بحبك ومش متخيل ان انت تكوني لحد غيري، لكن انا عرفت موضوع المحلل ده وعشان كده انا جايه اقول لك حاجه، اعملي حسابك انا هسيبك تشوفي موضوع المحلل ده وهسيبك تتجوزي، لكن مش عايزه اعرف ولا مين ولا امتى ولا فين، ولا عايزه اعرف اي تفاصيل علشان خاطر ما يبقاش حرام عليا وما اغضبش ربنا. بس عايزه اقول لك حاجه، انت قدامك اسبوع واحد تكوني مخلصه الموضوع ده كله وترجعي لي تاني علشان نتجوز ونعيش مع بعض، لان انا ما اقدرش استغنى عنك. وكمان اعملي حسابك ان علي هيفضل قاعد معايا، انت مش هتاخديه معاكي، اعتبري كده ان انت سايبه بطاقتك ولما تخلصي مهمتك تيجي تاخديها تاني. خلصتي ورجعتي خلاص هعيش انا وانت وعلي وحياتنا هتبقى عاديه. والله روحتي بقى وما رجعتيش يبقى اعرفي كده ان انت مش هتشوفي ابنك تاني ابدا، وانا كده ابقى عملت اللي عليا وخلصت ذمتي. وخلي بالك انت نيتك هتتحسب لك انت، يعني انت اللي هتشيلي ذنبها، انا ماليش اي دعوه. وسابها ومشي. وطبعا طلع شقته وكان متضايق جدا وهي قعدت تفكر وما كانتش عارفه تعمل ايه. بعد كده اتصلت بواحد زميلها من زمان وبعتت له رساله وتفكروا بنفسها. فساعتها اتصل بيها واتكلموا واتفقوا ان هم يتقابلوا، وفعلا حضرت نفسها ان هي تقابله. وقتها كان محمد مع خاله في مشوار وشدوا مع بعض فيه، لكن حب يصالح خاله فقال له خلاص اطلع معايا بقى، احنا عاملين مسقعه تعالى كل معانا. فعلا طلع وكل معاه، وواضح كده ان بنت خاله كان عينيها منه. قعدوا وكلوا وبعد كده قام قال له ما تكمل اكلك؟ قال له لا انا كده خلاص انزل بقى اشوف شغلي. فقال له طب اقعد بس اشرب الشاي، لكن بنت خاله جريت وراه بسرعه عشان تمسك فيه يشرب الشاي. في الوقت ده طبعا كانت هي نازله وبتتسحب كده عشان محدش يحس بيها، لكن اسعد مسكها وقال لها ايه ده انت رايحه فين كده، وايه المكياج اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ فقالت له انا عندي مشوار. قال لها ايه ده، هو بسرعه كده بدات تنفذي الموضوع ولا لا يكون في حد فعلا؟ قالت له لا انا رايحه مشوار عادي ما فيش اي حاجه. فقال لها طيب خدي الفلوس دي خليها معاكي. قالت له لا انا مش محتاجه فلوس. قال لها ليه وانا هستناكي لما تحتاجي، خلي الفلوس ده معاكي وخليكي عارفه ان احنا على اتفاقنا. وبعدين ما قلتيش ليه عشان اوصلك ولا خلي اي حد من الصنايعيه عندي يوصلك؟ قالت له لا الموضوع مش مستاهل انا رايحه وجايه على طول. قال لها ماشي بس خلي بالك ان انا كلامي زي ما قلتهولك مش هرجع فيه. فعلا مشيت، لكن هو كان قلقان ومسك واحد من اللي عنده قال له بقول لك ايه، امشي ورا ستك ميار واعرف بالظبط كل حاجه وتعالى قول لي. ففعلا ركب التاكسي وفضل ماشي وراها. وقتها كان محمد نزل عشان يبدا بقى ان هو يشتغل، لكن بنت خاله ندهت عليه وقالت له احنا عاملين ام علي لازم تاكل منها. فنزلتها له في السبت وخدها ومشي. بعد كده كانت ميار عماله تحاول توقف تاكس، مفيش ولا تاكس عايز يقف. فنزلت ابلكيشن اوبر وبدات تطلب عربيه وقفت تستناها. بنكتشف ان في الوقت ده ان العربية اللي جات لها كانت عربية محمد. اللي بيحصل بعد كده هنشوف في الحلقة التانية. استنوني وما تنسوش اللايك والاشتراك واشوفكم على